نزلت حطت السكينه اللي معاها في قلب الولد، وبعديها ما شفتوش الا ميت. الواد طلع خطر، عور رامي في رقبته من ورا هنا لحد نص ظهره، حوالي 15-16 غرزه. عارفه ان هي نازله تموت وتموت فين؟ لا اثبتي ان هو اتحرش. انا عايزه كل الناس اللي بتقول ان رامي متحرش وان هي بنت ب100 راجل، واحد بس من اللي بيقول كده يثبت لنا ان رامي لمسها. آية فتاة المقطم. في يوم 29/4/2024 حصلت مشكلة كبيرة بين شاب اسمه رامي وبنت اسمها آية هي وأسرتها، وفي نهاية المشكلة دي كان في حد اتطعن بآلة حادة ومات على طول. طيب ايه اللي حصل في اليوم ده وايه اللي حصل في منطقة المقطم ومين آية ومين رامي وايه الحكاية؟ في الأول القضية دي غريبة شوية ومش هتعرف تحدد مين الجاني ومين المجني عليه غير في نهاية الحلقة. آية ودي بنت عندها 23 سنة بتدرس في نظم ومعلومات وكانت في سنة رابعة. أسرتها مكونة من أب وأم وأخ اسمه محمد وأخت أصغر من آية اسمها نرمين. في مرحلة التحقيقات كان لازم يتم تحقيق مع كل الناس اللي كانوا قريبين من الواقعة. ونيجي بقى لبنت خالة آية اللي قالت إن كان في مشكلة بين محمد أخو آية وبين شاب تاني اسمه رامي، وإن آية كانت محترمة جدا وملهاش في المشاكل، بس القدر هو اللي وصلها لكده. رامي كان بيشتغل في قهوة أو في كافيه قريب من البيت اللي ساكنة فيه آية، ومحمد أخو آية كان متعود دايما إن هو بيروح يقعد في الكافيه ده هو وأصدقائه. وفي مرة حصلت بينهم مشكلة كبيرة ومحمد عور رامي في رقبته. الأهالي اتجمعوا علشان يحلوا الموضوع، ولكن رامي قال إن هو مش هيتصالح وإن هو هياخد حقه بإيديه. محمد كان خاطب وكان خلاص بيجهز حاله علشان فرحه قرب، ويوم الفرح رامي خد صحابه وطلعوا على الفرح علشان يبوظوه، ولكن الناس وقفتهم وقالوا لهم ان اللي بيعملوه ده ما يصحش، وعشان كده رامي خد صحابه وطلعوا من الفرح، ولكنه قال انه كده كده مش هيسيب محمد في حاله. وفي يوم آية كانت ماشيه في الشارع ورامي وقفها وقال لها عرفي اخوكي ان هموته، وهي قالت له ابعد عني علشان ما صوتش ولم الناس عليه. رامي ضحك وشدها من الطرحه اللي كانت لابساها وبدا ان هو يعتدي عليها بالضرب في الشارع. آية طبعا فضلت تصرخ لحد ما الناس اتلمت عليها، ورامي لما لقى الناس بتيجي خد بعضه وجري. والد آية نزل لها بسرعه وخدها وطلع على اسم شرطه المقطم وعمل محضر باللي بنته تعرضت له. طيب نيجي بقى ليوم الجريمة اللي كان يوم 29/4/2024. واحد من صحاب رامي اتصل بيه وقال له ان محمد في الشقة لوحده ودي فرصة مناسبة علشان يعملوا اللي هم عايزين يعملوه فيه. رامي وصل وطلعوا على شقة محمد وفضلوا يخبطوا على الباب وهم بيقولوا الفاظ خارجة. لما لقوا ان مفيش حد بيرد خدوا بعضهم ونزلوا من البيت، لكن والد آية لما شافهم من البلكونة نزل علشان يحل الموضوع. طبعا ده اب وخايف على عياله، نزل ولسه بيتكلم مع رامي راح رامي واصحابه مسكوا فيه وفضلوا يضربوا فيه، بالرغم من ان الراجل ده كبير ومريض. نزلت آية هي وامها واختها الصغيره وحاولوا يشدوا رامي علشان يبعد عنه، ولكن رامي قام وضرب آية بحجر على دماغها وطلع آلة حاده وعور نرمين اخت آية الصغيره في ظهرها. آية ما حستش بنفسها غير انها مسكت سكينه وضربت رامي بشكل عشوائي، وكانت سكينه مطبخ عاديه. واحد من صحاب رامي شاله وحطه في توك توك وجري بيه على المستشفى، ولكن قبل ما يوصل كانت روحه طلعت للي خلقها. طيب لحد هنا ده كان كلام بنت خالة آية. نيجي بقى للكلام اللي قالوه اهل رامي، اللي قالوا ان رامي ده يبقى شاب محترم جدا وشغال في كافيه وعنده موتوسيكل، وان محمد اخو آية كان بيقعد على الكافيه ده وكان بيبلطج على صاحب الكافيه ومش بيرضى ان هو يحاسب. ان رامي كان شغال في كافيه وجي اخو المتهمه كان عايز ياخد منه حاجات من الكافيه من غير اي فلوس، بقى يجي عايز يبلطج عليه كل شويه، عايز ياخد مشاريب من غير ما يدفع حقها. طبعا رامي اتخانق معاه، راح اخو المتهمه راح معوره في رقبته. طبعا رامي اتخانق معاه في يوم كان محمد قاعد فيه هو واصحابه ومش راضي يدفع الحساب، ورامي كان شايف ان ده غلط وحصل بينهم مشكله كبيره جدا، وكان اخرها ان محمد طلع قطر وعور رامي في رقبته. واهل رامي عملوا محضر باللي محمد عمله فيه، وقالوا كمان ان اهل آية عملوا محضر لرامي ان رامي اتعدى عليها بالضرب في الشارع، ده بس علشان تبقى واحده بواحده، يعني انت عملت لي محضر وانا عملت لك محضر. طيب نيجي بقى ليوم الجريمه. انا بس مش عايزك تتوه مني، اللي انت سمعته في الاول ده كان كلام بنت خالة آية،
واللي بتسمعه دلوقتي ده يبقى كلام اهل رامي. والد رامي كان مريض جدا وكان مطلوب منه ان هو يعمل اشاعات، وعملها بالفعل. ورامي خد الموتوسيكل بتاعه وطلع علشان يجيب الاشاعات بتاعت والده. وهو معدي من قدام بيت محمد قابل واحد صاحبه بالصدفه ووقفه، ورامي قال له تعالى نمشي من هنا علشان انا عامل مشكله مع محمد ومش عايز ان انا اعمل مشكله دلوقتي. فطبعا محدش رضي بحل او كده لحد من فتره قريبه من يومين. كان رامي الله يرحمه كان رايح هو واحد صاحبه بيسأل على اشعه مقطعيه لوالده عشان هو في جلطه بقاله فتره وكده ولسه بيخرج منها. فمعدي بالصدفه من عند بيت الجانيه، فقابل واحد صاحبه كان على خلاف من فتره برضه من حوالي 6-7 شهور ما بينه وما بين الوالد. صاحب رامي عمل فيها الصاحب الجدع وطلع جري على بيت محمد علشان يتخانق معاه. رامي طلع وراه هو وواحد صاحبهم تالت علشان ينزلوه من فوق. صاحبهم فضل يخبط على الباب ويشتم بألفاظ خارجه لحد ما رامي وصاحبه التاني خدوه ونزلوا وخرجوا بره البيت. نرمين اخت آية فتحت الباب ما لقيتش حد، طلعت من البلكونه وشافت رامي واقف هو واصحابه. بدأت ان هي تشتمهم وهم من تحت بدأوا يردوا لها الشتيمه لحد ما ابو آية نزل من البيت علشان يتخانق مع رامي، وبنته نرمين نزلت معاه ومسك حديده خدها من ورشه تحت البيت وضرب بيها رامي على كتفه. ورامي مرضيش ان هو يمسك فيه. وعايزك تبقى مركز معايا ان ده كلام اهل رامي. المهم نزلت آية هي وامها وفضلوا يضربوا في رامي، وآية طلعت مشرط من شنطتها وضربت بيه رامي في رقبته ومات على طول. والشرطه جت وقبضوا على آية. وفي بعض من الجيران اللي كانوا واقفين اثناء حدوث ذلك وشهدوا بان الكلام ده صحيح، وان الشرطه جت ولقوا رامي ميت على الارض، وآية واهلها كانوا واقفين وخدوا آية ومشوا بيها على اسم الشرطه. طيب نيجي بقى للجزء المهم، وهو الكلام اللي آية قالته والكلام اللي اتنشر يوم 2/5/2024 على بوابه الجمهوريه. اللي هتسمعه دلوقتي ده احداث مختلفه حبتين عن اللي انت سمعتها، بس اللي انت هتسمعه دلوقتي ده هو الحقيقه الكامله. اللي كنا بنسمعه اللي فات ده دي كانت اعترافات بنت خالة آية واعترافات اهل رامي بعد المشكله اللي حصلت بين محمد ورامي. رامي كان رافض ان هو يتصالح معاه لانه طلب عشان الموضوع ده يتحل والمشكله تخلص، طلب ان محمد يجيب له خروف ويجيب له موتوسيكل. والخروف ده هم بيعملوه كده في القعدات البلدي علشان يلموا الموضوع، بيجيبوا الخروف وبيذبحوه والشخص اللي ليه حق بيعتبر ان هو كده خلاص حقه رجع له. واهل محمد رفضوا الكلام ده، علشان كده المشكله فضلت مستمره ورامي قرر ان هو ياخد حقه بايده. ورامي هدد آية في مره ان هو معاه صور ليها وهيفضحها. محمد اخو آية طلب من آية ان هي ما تخرجش كتير الفتره دي، وآية اكدت له ان مفيش صور ليها مش محترمه عند اي حد، ولكن رجعت تاني وافتكرت ان في صور ليها وهي مش بالحجاب على موبايل واحده صاحبتها اسمها حبيبه، وخايفه يكون الصور دي هي اللي رامي قصده عليها. المهم يوم الجريمه رامي المفروض ان هو لا طلع شقه محمد ولا شتم ولا الكلام ده كله، وان حصل سوء تفاهم بين رامي وبين ابو محمد في الشارع، وابو محمد مسك في رامي، وابو محمد مسك حديده من ورشه كانت تحت البيت وضربوا بيها على دماغه. وآية نزلت هي وامها وبدات المشكله انها تكبر، وآية خرجت مشرط كانت شايلاه وضربت بيه رامي في رقبته. وده كان بعض من كلام آية. ولما سألوها انت كنت شايل المشرط ده ليه؟ قالت لهم علشان ادافع عن نفسي لو رامي اتهجم عليا. مع اني مش مقتنع بصراحه بحاجه زي كده، يعني بنت صغيره عندها 23 سنه بتدرس في نظم ومعلومات، يعني عاقله وفاهمه والمفروض عارفه ان دي حاجه غلط. وقالت ومن الواضح ان هي ما كانتش قصده تقتله، هي بس كانت خايفه وقصدها ان هي تخوفه، ولكن القدر دفعها انها تبقى مجرمه. وفي النهايه انا بجد مش عارف مين الجاني ومين المجني عليه، مين الظالم ومين المظلوم. من وجهة نظركم انتوا شايفين ايه الحكم المناسب لآية؟ ده اللي هنناقشه مع بعض في التعليقات.